ومش عاوزك تستغرب لأن دي فعلا هي أول فكرة جت في دماغه، وكده كده المبلغ ده هيحل مشاكل مصطفى وهيخليه يدفع بقية أقساط الموتوسيكل وهيخلصه من كل الديون اللي عليه، وأحمد هيكون معاه فلوس يعمل بيها اللي هو عايزه. وفضل يقنعه إن محدش هيعرف إنهم ورا الموضوع ده، وفي الآخر مصطفى وافق على الفكرة. ومن هنا هما الاتنين بدأوا في الخطة، والمهم مين الضحية اللي هيختاروها، لغاية ما أحمد قال له اخطف جنى بنت صغيرة عندها 11 سنة يعرفوها ويعرفوا أهلها كويس لأنها بتلعب دايما مع أخت مصطفى الصغيرة وبتجيلهم البيت كتير. وطبعا أهم معلومة إن أهلها معاهم فلوس، يعني اختيار مثالي. وفعلا القعدة الشيطانية دي خلصت واتفقوا إن مصطفى هو اللي هيخطف وأحمد هو اللي هينفذ، بس فين وإمتى لسه ما يعرفوش. وفضلت الأيام تعدي لغاية يوم 9 سبتمبر 2021. في اليوم ده مصطفى كان واقف في الشارع لغاية ما جنى جت لحد عنده وسألته عن مكان أخته عشان تلعب معاها كالمعتاد، فمصطفى قال لها على مكانها وسابها تمشي. والساعة 3 العصر أحمد جه لمصطفى وقال له إنه شاف جنى مع أخته بيلعبوا في الشارع، وابتدى يقول له إنهم لازم ينفذوا النهاردة. وفي نفس اللحظة دي أخت مصطفى وجنى رجعوا وطلعوا مع بعض البيت. وطبعا كان واقف أحمد وشايف المشهد ده، ابتدى حرفيا يوسوس لمصطفى وكأنه شيطان ويقول له ان الفرصة دي مش هتتكرر تاني، لغاية ما مصطفى للمرة التانية اقتنع بكلامه. واول ما جنى خلصت لعبة مع اخته ونزلت، مصطفى نده عليها وقال لها انه هيديها لعبة واستدرجها للشقة اللي في الدور الارضي. بس قبل ما يدخلوا الشقة هم التلاتة، مصطفى لاحظ ان اخوه الكبير واقف بره فخاف انه يشوفه، وساعتها احمد قال له انه هيروح ويحاول يلهيه او يمشيه من قدام البيت. مصطفى دخل الشقة مع جنى وفضل يلعب معاها ويتكلم ويضيع وقت، لأنه في الوقت ده كان مستني إن أحمد يرجع ويبدأ هو بالجزء اللي يخصه من الخطة حسب اتفاقهم. وبعد ما عدى فترة أحمد أخيرا رجع الشقة وقال له إن أخوه مشي خلاص، بس هو كمان لازم يمشي عشان جوز أخته رن عليه ولازم يروح له. طبعا مصطفى اتضايق وقال له إن ده ما كانش الاتفاق، بس أحمد فضل يقول له إن الفرصة دي مش هتتعوض. وفي الآخر يقتنع مصطفى للمرة التانية بكلام أحمد، ويقتنع إن هو اللي ينفذ، وإنه بعد ما يشوف جوز أخته هيرجع له تاني ويظبط كل حاجة. وفعلا أحمد مشي وساب مصطفى لوحده مع جنى، وهنا كان عنده اختيارين، إنه ينفذ أو يسيبها تمشي.